بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نبدأ حلقة جديدة من حلقات وجهة نظر على قناة وائل سيف النصر. أهلا بحضراتكم، أهلا بكم في حلقة جديدة. وعايزين نتكلم في الحلقة دي على مستوى النادي الأهلي. طبعا احنا بعد كاس دوري أبطال أفريقيا وفوز النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب نادي الترجي التونسي بهدف رامي ربيعة. طبعا احنا في آخر بطولتين المدافعين اللي بيجيبوا لنا البطولة 2023 محمد عبد المنعم برأسية والرفعة من علي معلول، والثانية رفعة من محمد مجدي أفشة تقريبا، ولا مين رفعها له؟ لا، حسين الشحات. رفع من حسين الشحات وحطها بدماغه رامي ربيعة وخبطت في واحد ودخلت. المهم المدافعين اللي جابوا لنا الهدفين، والف مبروك للنادي الاهلي. من بعديها النادي الاهلي مستواه مذبذب، وطبعا مستواه مذبذب كتر خير اللعيبه، يعني كده اللعيبه كل 3 ايام بيلعبوا مباراه. ولذلك في المباراه الاخيره مباراه فاركو فازوا 2-1 بهدفي امام عاشور الحراق اللي مشطشط الناس اللي مولعهم. مع ان في حته هنا عايزين نتكلم فيها، امام عاشور وكل الزملكاويه زعلانين ان النادي الاهلي اخذ امام عاشور ودلوقتي حيلة في عينهم امام عاشور. طب ما كان عندكم امام عاشور ما كانش عامل كده ليه؟ ما كانش بياخد بطولات ليه؟ لان فرق النادي بيفرق، المنظومه بتفرق، النظام بيفرق، الحب والاحترام والادب والاخلاق بيفرق. كل ده بيفرق من الاهلي للزمالك، ومن الزمالك للاسماعيلي، ومن الاسماعيلي للترسانه، ومن الترسانه للمحله، ومن المحله لطلائع الجيش، وهكذا. كل نادي له نظامه، فنظام النادي الاهلي ماشي دغري، ولذلك امام عاشور ماشي دغري. في الزمالك كان بيشتموا، كان طبعا الجماعه كلهم بيشتموا، فهو وسط الجماعه زيطه فكان بيزيط معاهم. رجع اتأسف وقال أنا آسف أنا آسف أنا آسف 3 مرات و4 مرات، وراح لوليد سليمان في المستشفى وبس على راسه وقال له حقك علي، خلاص نذبحوه. الراجل لف ورجع وقال أنا ما أروح الأهلي، ما أروحش ليه؟ والأهلي قال له خلاص إحنا كمان ناخدك، ما ناخدكش ليه؟ أنت مش تأسفت لنا؟ وقال أتأسف ثاني وأتأسف ثالث وأتأسف رابع. طب هيقعد يتأسف لغاية إمتى؟ وأنتوا زعلانين؟ طب ما تولعوا، أنتوا مش فارقة معانا، إحنا مش باصين لكم أصلا. انتوا فاكرين نفسكم ان انتوا متشافين؟ ما حدش شايفكم، والله ما حدش شايفكم. هي دي المشكله، ان انتوا فاكرين ان الناس شايفاكم. لا، الناس بتبص لكم بمزاجهم. هم الاهلاويه ناصحين بيبصوا بمزاجهم عشان يولعوكم، بيحرقوا دمكم بزياده، وانتوا مبسوطين بكده. كيف تعكننا؟ عايزين تعكننوا على نفسكم وتعكننوا على الدنيا كلها، عشان ده كله ايه مصلحتهم؟ انا مش عارف بتوع الزمالك دول. طب انت مصلحتك ان الناس تضحك عليك وتقعد تهزأ فيك؟ النادي بيحب اشمعنى انا، انت بتدخل نفسك ليه مع النادي الاهلي؟ انت هتقدر على النادي الاهلي؟ كده كلام كده، بيضحكوا على نفسهم وبيضحكوا على الناس كلها. امام عاشور امام عاشور وهياخد بطوله والثانيه والثالثه، واخذ بطوله افريقيا. الزمالك ليه 23 سنه مش عارف ياخذ بطوله دوري ابطال افريقيا، وهي كونفدراليه يتيمه ومبسوطين بها. خلاص خليها لكم، خليكم في الكونفدراليه، خذوها وعدوا 1 2 3 4. وقال احنا فايزين على 2-1 عشان الاهلي اخذ كونفدراليه. الاهلي اخذ الكونفدراليه، ايوه مبسوطين بها وكل حاجه، بس ما كناش في سعاده عامره يعني ولا غامره. لا، احنا دوري ابطال افريقيا وكاس عالم للانديه. احنا دلوقتي بنبص لكاس العالم للانديه اللي هو 32 فريق 2025. يعني طموحات الاهلي معديه. هو ده النادي الاهلي. ايوه في اخطاء، احنا ما بنتكلمش انه ما فيش اخطاء، ما كل نادي فيه اخطاء. هو في حاجه في حد في الدنيا كامل؟ ولذلك ما فيش نادي في الدنيا ماشي سيستم 10/10، ولا ريال مدريد ذاته ما برضه فيه اخطاء. انتم مولعين من امام عاشور ليه؟ كبروا دماغكم منه يا عم، عيشوا حياتكم. نرجع تاني لمستوى النادي الاهلي. مستوى النادي الاهلي في الفتره الاخيره طبعا مش عاجب الاهلاويه نفسهم، حتى لو بيفوز، يعني حتى لو النادي الاهلي بيفوز، ولكن مش عاجب الاهلاويه. يعني اللعب في، بس تحس ان برضه اللعيبه مش عايزه، مش قادره تجري، ما تفهمش، كانه حاطين في رجليهم رمله
لما رابطين لهم اكياس رمله في رجليهم تقل، تحس الجريه مش هي، والسرعه ما فيش سرعه في الاداء. يعني سرعه الاداء عند اللعيبه مش هي، ولو سرعوا الاداء بتلقى شوط ممتاز والشوط الثاني ضايع. يعني الشوط الاول غير الشوط الثاني خالص. ليه كده ما تفهمش يعني. هو بس كتر خير اللعيبه، كتر خير اللعيبه، مع ان درجه الحراره 45 و43 و40 في الحراره دي. كتر خير الناس يعني، وكتر خير اللعيبه، وكتر خير الجماهير نفسها اللي بتروح تشجع. وبمناسبه الجماهير، يعني جماهير النادي الاهلي اللي اتمسكت من قبل الشرطه، رجال الشرطه في اخر مباراه، طبعا حاجه تؤسف، حاجه تؤسف. يعني انت عارف ان ده غلط ورايح تعمله. يعني هم قالوا لك ما تاخدش في كذا وما تاخدش كذا وما تاخدش كذا، والقزازه تكون مش عارف ايه، في شروط. الشروط انت عارفها قبل ما تروح. خلي بالك العقد شريعه المتعاقدين، فانت عارف ده ورايح تعمله. طب ما ليه حق يمسكوك؟ وانا لو منهم همسك. حتى لو انت كنت ما معارض يعني للكلام، معارض للكلام، خلاص ما تروحش، ما تروحش. عايز تروح يبقى لازم تلتزم بالتعليمات. ولو التزمنا كلنا بالتعليمات عمره ما حد هيزعل، وعمره ما في واحد هيختلف عن الثاني. ان شاء الله يكونوا 100,000 في المدرج زي زمان، بس طبعا عمرنا ما نرجع زي زمان. يعني احنا من بعد ثورة 2011 ما رجعناش زي زمان، ومن بعد كارثة بورسعيد بالاخص يعني. فربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسامحهم، شهداء بورسعيد وشهداء نادي الزمالك ال20 واحد، ال20 شخص، ال20 من الجماهير المحترمة اللي ملاش ذنب في اي حاجة. رحمهم الله، رحمهم الله، رحمهم الله. ونتمنى نشوف مباراة كويسة للنادي الزمالك. مع هيلاعب مين الزمالك اليوم الاثنين ولا يوم الثلاث؟ والاهلي هيلاعب، هو لعب فاركو، والماتش الجاي هيلاعب مين؟ هيلاعب مين الماتش الجاي؟ والله انا مش عارف. طبعا العيد مش مخلي الواحد متابع حاجة، فهنشوف بكرة ان شاء الله. هو المباراة بعد بكرة تقريبا. نتفرج ونشوف مستوى النادي الاهلي، اهم حاجة بمستوى النادي الاهلي، وان شاء الله يكون كويس. لانه هو في شوط بيكون كويس وشوط بيكون متوسط او اقل من المتوسط. ومارسيل كولر، مارسيل كولر ده انا عليه تعليق عليه. مارسيل كولر بيتدلع، وبيتدلع على النادي الاهلي بزياده عشان عمل انجازات. لا، المفروض انت جبت لنا موديست، والناس كلها معارضه على موديست، فانت جبته لسبب او لاخر، وطبعا الناس كلها عارفه السبب، انه هو وكيل اعمالك. الراجل اللي جابه هو وكيل اعماله. فالفيلم ده كله فلوس، الفيلم ده كله فلوس. ودلوقتي عايز كانوتيه برضه وكيل اعماله هو اللي عايز يجيبه. فانت هتوصل للنادي الاهلي انه يبقى في ضوع مارسيل كولر، ومارسيل كولر اللي هيقوله هيمشي. طبعا ده كلام غلط، الكلام ده غلط. انا بقول لمجلس اداره النادي الاهلي غلط. يسمعوا ما يسمعوش ان شاء الله عنهم، ما سمعوا اصلا. احنا هنعمل لهم ايه؟ احنا كجماهير ما نقدرش نعمل حاجه اكتر من ان احنا نقول الغلط ايه. مارسيل كولر مش كل حاجه يقولها نقول امين، ولا كوناتيه ولا كوناتيه. ما انه ماله كوناتيه؟ ايه عمل لما نزل في بوركينا فاسو؟ ما لمسش الكوره مرتين ثلاثه على بعض. يعني زيه زي موديست باشا اللي ضيعنا، ومليون و700,000 دولار. ليه؟ ما يستاهلش، والله ما يستاهل، ولا يكمل المليون دولار اصلا. كتير عليه المليون دولار. مليون دولار يعني دلوقتي 48 مليون جنيه. انتوا ازاي النادي الاهلي بيفكر ازاي؟ يا عم يغور كولر نفسه، يغور هو يعني اللي جابه ما جابش غيره. ايوه ما كنا محتاجين احنا واحد زي كولر ده، بس ما تذلناش. تحزلنا عشان خاطر بتجيب بطولات، وعشان خاطر بتعرف تتكتك وبتعرف تنظم وبتعرف تجيب وشخصيه قويه. لكن لا، مش قويه على النادي. انت تعمل قوي على النادي. نتفرج ونشوف، وما تنسوش اهم حاجه، ما تنسوش الدعاء لاهالينا في غزه. اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم. الشهداء، شهداء غزه، اللهم اغفر لهم. وللناس اللي عايشه اللهم صبرهم، اللهم صبرهم، اللهم صبرهم. وندعو كما دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهواكم الله، نصركم الله، ايدكم الله، ثبتكم الله، ثبتكم الله، ثبتكم الله، اهواكم الله، ايدكم الله. ونتمنى ان شاء الله يتقبل الله منا ومنكم. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله العيد القادم نفرح بعودة فلسطين كاملة للمسلمين يا رب العالمين.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.